ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ في الفيديو ده حابب اقول لكم ان في اخبار تعتبر مبهجه شويه، اللي هي بدايه حل الازمه بتاعت سوق العربيات واللي كلنا بنعاني منها. الموضوع باختصار ان امبارح واحنا بنتابع تقرير الفدرالي الامريكي. الفدرالي الامريكي قرر ان هو يثبت سعر الفايده. احنا اتكلمنا في فيديو قبل كده ايه السبب في ازمه سوق العربيات وايه الحاجات اللي ممكن تخلي الازمه تخلص، وقلنا ان بدايه الازمه دي ممكن تبدا تخلص لما الفدرالي الامريكي يبدا يثبت سعر الفايده. فلما الفدرالي الامريكي ثبت سعر الفايده امبارح، معنى كده ان هو خاص يزود الفايده تاني. متوقع في الاجتماع الجاي يبدا يقلل سعر الفايده شويه، عشان هو وصل لمعدلات التضخم اللي هو كان مستنيه. احنا قلنا ان الموضوع كله اقتصاد، ولازم نفهم الاقتصاد كويس، يعني لازم نفهم الاقتصاد شويه. الموضوع ببساطه ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في ايام ازمه كورونا الحكومات اللي بره بدات تدعم المواطنين عندها بفلوس كتير. بقى المواطن قاعد في البيت ما بيشتغلش ما بيعملش اي حاجه وبياخد فلوس 600 800 دولار في الشهر. يعني لو عيله اربع افراد تاخد 2400 دولار وهي مش شغاله، ده بالنسبه لامريكا رقم كبير. فالناس دي بقى معاها فائض في العمله. فلما انتهت الازمه الناس بقى معاها فائض في العمله، فالناس دي تشتري كتير. مع ان سلاسل الامداد اللي بره قلت بسبب برضه موضوع كورونا، فما بقاش في منتجات كتير، في فلوس كتير مفيش منتجات كتير، حصل تضخم. التضخم في امريكا رجع 4%. فلما رجع 4% ده خلى الفدرالي الامريكي يثبت سعر الفايده زي ما انا كنت متوقع. اجتماع البنك المركزي عندنا المصري هيبقى موجود يوم 22، متوقع ان هو برضه يثبت سعر الفايده. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان الهرم الاقتصادي بتاع الازمه خلاص وصل للذروه بتاعته. دلوقتي احنا بنشوف مراحل النزول. 2023 هتخلص، هنخش في 2024 هتلاقي الازمه دي هتحصل شويه. يعني متوقع البنك الفدرالي الامريكي في الاجتماع اللي جاي او اللي بعده الا يثبت سعر الفايده الا يقلله شويه. فاول ما ده ما يحصل، في ناس كتيره جدا سحبت الودائع بتاعتها من مصر ومن الدول الناميه كلها وراحت حطيتها في امريكا عشان معدل الفايده المرتفع، وطبعا الامان الاقتصادي بحيث ان دي البلد اصلا اللي عندها الدولار. انما لما امريكا تبدا تقلل سعر الفايده، فالمستثمرين دول كلهم هيبداوا يسحبوا الفلوس من عندها ويشوفوا اقتصاديات ثانيه ويرجعوا لها الاموال دي. واكثر مستفيد من الموضوع ده اقتصادات الدول الناشئه ومنهم مصر. فالاموال الساخنه اللي طلعت من مصر اللي تقريبا في حدود 20 25 مليار دولار ترجع تخش تاني واحده واحده، طبعا مع عوائد السياحه، طبعا مع برنامج الاصلاح الاقتصادي وبرنامج تخارج الدوله من الاصول. كل ده هيؤدي في النهايه لثبات سعر الصرف. ما كانش الجنيه قدام الدولار هيعلى شويه كمان، يعني ممكن نشوف المرحله الجايه بدل ما الدولار قدام الجنيه عامل 31 ممكن نلاقي نشوف ارقام زي 29 و30. فان شاء الله اللي جاي خير. وطبعا ده هيؤدي في ان السوق السوداء الاسعار بتاعتها تبدا تقل واحده واحده لغايه ما توصل للسوق الرسمي. بالنسبه بقى على مستوى العربيات، ده هيفيدني انا في ايه؟ هيفيدني مبدئيا كده ان لسه التزايدات العشوائيه اللي ليل نهار عمالين نشوفها دي هتبدا تقل تدريجيا، ما كانتش هتختفي خالص، والسعر اللي موجود في السوق الرسمي يبقى زي السعر اللي موجود بره. ولما الدولار يبدا يخش السوق المصري تاني وتبدا التدفقات الدولاريه تزيد عندنا في مصر، معنى كده الاعتمادات المستنديه عشان خاطر الناس تستورد عربيات تاني من بره تبدا تخش، وعربيات 2024 هتبدا تخش عندنا تاني ونشوفها تاني في السوق. اول ما عربيات 2024 هتبدا تخش بزياده في السوق، الناس اللي كانت بتعرض اسعار خزعبليه في موديلات 2022 كل ده مش هنشوفه، هيقرب من السعر الرسمي وممكن تلاقي عليه كمان تخفيض. طيب معنى الكلام ده ان العربيات هترجع باسعارها القديمه؟ لا للاسف يا صديقي، العربيات مش هترجع بالاسعار القديمه، يعني مش هنرجع نشوف تاني نيسان صاني ب 200,000 جنيه. بس على الاقل لما تيجي تنزل تجيبها ممكن تجيبها في حته ب 400,000 جنيه، 380,000 جنيه في عرض، هتبقى في الرينج ده. والحاجات اللي احنا بنشوفها في سوق الاوفر برايس ان مثلا الفيات تيبو توصل مليون ومليون و100 الف جنيه، الحاجات دي كلها هنبدا ما نشوفهاش، هنبدا نشوفها ممكن تتباع بالسعر الرسمي بتاعها في حدود 600,000 650,000. انا عارف ان الرقم ده كبير، بس لو جيت تحسبه بالنسبه للموجود دلوقتي، برضه الموجود دلوقتي ده اوفر شويه. تاني حاجه برضه نتوقعها بسبب الخبر ده، ان الفتره اللي جايه البنك مش هيفضل مخلي السعر بتاع الفايده زي ما هو. احنا دلوقتي شايفين ان الفايده عندنا على الايداع والاقتراض عاليه، تمام. فدلوقتي الفتره اللي جايه ان شاء الله لما الفدرالي الامريكي يبدا يثبت سعر الفايده، وممكن يبدا يقللها كمان في الاجتماعات اللي بعد كده، البنك المركزي المصري عندنا ممكن يبدا يقلل سعر الفايده. ده هينعكس عليك انت في ايه؟ هينعكس مبدئيا على كل الحاجات اللي جايه من بره اللي دخلت في مستلزمات الانتاج. الاقتراض والفايده اللي بتشتغل بيها تبدا تقل. انت نفسك لما تنزل تشتري عربيه او تقسط عربيه، سعر الفايده اللي البنك بيحاسبك عليها بيحط لك عليها قسط هيقل. يعني احنا دلوقتي بنشوف عربيات الاقساط بتاعتها توصل 12 و13 و15 الف وكلها فئه اقتصاديه. لا احنا ممكن نلاقي الارقام دي قلت بعد كده، ممكن نسمع 9، ممكن نسمع 8، ممكن نسمع حاجات في الرينج ده الفتره اللي جايه. فانا بنصحكم دلوقتي، احنا دلوقتي في بدايه نهايه الازمه خدت الهرم بتاعها صعود، ودلوقتي بدا الازمه تنزل واحده واحده. 2024 ان شاء الله الازمه دي هتنتهي تماما، وهيبدا السوق يحصل فيه استقرار نسبي جامد جدا جدا جدا.
فأنا بانصحك أنت دلوقتي ما تشتريش في عز الأزمة، اللي بيشتري دلوقتي في عز الأزمة وفي عز ارتفاع الأسعار الرهيب ده هو اللي خسران. والناس طبعًا بتحب العربيات المستعملة بالتبعية لمّا تخش موديلات 2024 وتبدأ يبقى في تدفقات دولارية في البلد والدنيا تبدأ السوق يمشي، الأسعار العربيات المستعملة هتبدأ تنزل، مش هنسمع أبدًا عن تويوتا كرولا ب1.000.000 جنيه، ومش هنسمع أبدًا عن الأسعار المستفزة اللي إحنا بنشوفها دي. فأنا بانصحك كuser زيك برضه قبل أي حاجة استنى شوية، مش هيحصل حاجة إلا لمّا تستنى شوية نشوف السوق رايح فين. كده أنت دلوقتي في قمة الهرم خلاص، ما حدش بيشتري سلعة في قمة الهرم في الزيادة السعرية بتاعها. استنى شوية، خلاص الحمد لله الأزمة بدأت تفُك وبدأت تنفرج، وإن شاء الله الاجتماعات الجاية تبقى أحسن وأحسن، ومستنيين برضه قرار البنك المركزي من 22، وأول ما يطلع القرار برضه هاطلع أتكلم معاكم وهاقول لكم إيه اللي حصل في قرار البنك المركزي. كان معاكم مؤمن سيد، أشوفكم في فيديو جديد.